بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين ومتابعين جماهير التالتة مع عرب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد وحلقه جديده من جماهير التالتة مع عرب. اذا عجبك الفيديو بالله عليك بتبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما نبدا به بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مبدئيا نقول مبروك لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي بالاشتراك للمرة الثمانية في كأس العالم للأندية. طبعا احنا عارفين طبعا اللخبطة اللي حصلت، اللخبطة اللي حصلت بتاع السنة اللي فاتت بتاع ماتش الوداد، والجواب اللي استخبى، والناس اللي ما عندهاش ضمير اللي خبت الجواب عشان الاهلي ما ياخدش البطولة، عشان الاهلي ما يروحش كأس العالم للأندية المرة الثامنة، عشان خاطر نادي النص عين ام الدولة ما يزعلش، مش عارف الكلام ده. فسبحان الله ربك بيظهر الحق، وربنا ما بيضيعش تعب الناس اللي هو كلاعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله هيشارك في فبراير 23 ان شاء الله باذن الله في كاس العالم للانديه في المغرب. اول ماتش ان شاء الله هيكون ماتش الافتتاح بين الاهلي واوكلاند سيتي يوم 1 فبراير، يوم 1/2 ان شاء المولى سبحانه وتعالى. النادي الاهلي بيعلن خلاص رسميا ان شاء الله هيشارك في كاس العالم للانديه. معلش بقى لو ياسين، معلش اعذروني عشان حبيبي شويه فما بقدرش ازعله. نتكلم على ماتش الاهلي وفيوتشر بس يا ياسين، نتكلم على ماتش الاهلي وفيوتشر. المدير الفني بيألف، بتغير خط الامام، انت بتعمل روتيشن ماشي، بس بتعمل روتيشن في يعني في 2 لعيبه مثلا، يعني معلش يعني في كل حته بتعمل روتيشن مثلا في 2 لعيبه، بتعمل روتيشن في الخط الامامي كله. انا شايف ان ده مش صح، وده اكبر ضعف حصل، خصوصا ان محمد شريف اصلا مش موجود، اسم بس فعل مفيش. محمد مجدي قفشه ساعات تلاقيه وساعات ما تلاقيهوش، فمش عارف هل المدير الفني اصل احنا بنعيد، بص احنا بنعيد السنه اللي فاتت، بنعيد يعني ايه سيناريو السنه اللي فاتت بالظبط. الشريط بيعيد نفسه، يعني احنا شلنا شريط من هنا وحطينا لنا حاجه ثانيه، 5 فوز ولا 6 فوز وبعد كده تعادل مع فيوتشر، ونبتدي بقى ايه نقع بقى واللعيبه تقع ونتعادل ونحط ايدنا على قلبنا والكلام الفاضي ده. النهارده انت في الماتش بتاع الاهلي وفيوتشر، الاهلي ما عندوش الحماس انه يفوز، ما عندوش الحماس انه يفوز. بالعكس انت في لاعب اتطرد من الفريق المنافس في الدقيقه 20. انا كواحد من جمهور النادي الاهلي ما حسيتش بالموضوع ده، ما حسيتش ان الفرقه قدامي ناقصه واحد، الفرقه اللي قدامي فيوتشر ناقصه واحد، ما حسيتهاش. بالعكس دي بتهاجم عليا، وانا ايه استحواذ سلبي كده، بجيب من يمين للشمال ولا اي حاجه في اي حاجه، واستهتار باللعيبه. كميه الاستهتار اللي في لعيبه النادي الاهلي النهارده انا ما اعرفش يعني جايبين الاستهتار ده منين. الماتش بيروح منك ومطرود منك واحد، والزمالك بيقرب منك، انت فارق. الزمالك دلوقتي عنده 17، عندك كام؟ 19. ليه؟ ما كنت حافظ على الخمسه اللي بينك وبينه. هنبتدي مسلسل السنه اللي فاتت بالظبط بيحصل، اكسب 5 6 ماتشات اروح متعادل مع فيوتشر، ونبتدي نقع من هنا لهنا. اسوأ ماتش للنادي الاهلي مع كولر، اسوأ ماتش، وانت بتتعادل مع 10 لعيبه، يعني معلش يعني مع 10 لعيبه في الدقيقه 20 او 21. اولا كده البدايه، انا معلش يعني كده انا ايه في نقط انا حطيت ايدي عليها. البدايه بتغيير الرباعي الامامي اللي هو مين؟ حسين الشحات جاب جول كان حلو النهارده وكان فايق. محمد شريف اللي بقول لك اسم من غير فعل. محمد مجدي قفشه اللي شويه تلاقيه شويه ما تلاقوش، ذهنه مع الباطن السعودي، هو كده ذهنه مع الباطن السعودي. وشادي حسين اللي لعب وينج، ما اعرفش لعب وينج ليه برضه. وعمرنا ما شفنا ضغط زي ما كان الاهلي بيلعب بالرباعي اللي قدام على المنافس، من الرباعي الامامي. خد بص كده على الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه، بص على الرباعي الامامي، سافيو واحمد عبد القادر وكريم فؤاد، وكان بيلعب بيرسي تاو. بص الضغط اللي بيحصل بيولد اخطاء من الفريق المنافس، احنا ما شفناش ده النهارده.
وبعد ما حصل الطرد وتقدمنا بهدف ما حاولناش نعزز الجول. والواحد صفر دي مش حلوه، يعني 1-0 دي بتفضل متعلقه لحد الدقيقه 90 لحد صفاره النهايه. انا والله ما حسيتش الاهلي النهارده هيكسب. الاهلي مش عايز يكسب النهارده، اللعيبه مستهتره النهارده كلهم. والباشا كولر انت عملت التغييرات في الدقيقه كام؟ معلش يعني في الدقيقه 68 حضرتك بتخرج شادي حسين صح كده؟ بتخرج مين؟ الشحات، والاثنين اللي كانوا فايقين وكانوا بيجروا. وسبت لي مين؟ سبت لي قفشه اللي بقول لك الحاضر الغايب اللي هو ومحمد شريف اللي مش موجود. يعني من ده بص من التفكير اللي حصل يعني معلش. يا عم قفشه لو حضرتك ذهنك منشغل مشغول بالعرض بتاع السعوديه اتفضل مع السلامه، اداره الاهلي تقول لك اتفضل مع السلامه. بس ما تتعبناش. انت لاعب كبير وبنحبك بس ما تتعبناش. النهارده ضربه الجزاء هاخد الكره واشوطها. ليه؟ لا انت اللي جبتها وفي ترتيب. انت رقم 3 ولا رقم 5؟ عندك علي معلول رقم 1، عندك السوليه رقم 2، عندك برانو سافي رقم 3، حضرتك رقم ايه؟ عشان تاخد الكره وانت اللي تشوطها. لا وايه وبيحتفل، يعني الكره ما دخلتش وراح يحتفل. انت بتضحك على مين؟ والجول اللي دخل فينا معلش واحد بيتكلم من الفاز، الجول اللي دخل فينا النهارده ايه السذاجه بتاع الشناوي دي يعني معلش يعني. ومحمود متولي بيحرس الكوره عشان تروح للمعلم بتاع اللي هو مش عارف مين ده اللي هو بتاع فوتشر العربي دوت، بيحرسها عشان يقول له اتفضل المسها كده اي لمزه ودخلها جول. والشناوي بيحرسها هو التاني بينام مكانه. ايه الهطل ده؟ لا الشناوي محتاج يريح شويه، قفشه محتاج يريح شويه. ما ينفعش نكرر تجربه الموسم اللي فات، ما ينفعش نكرر تجربه الموسم اللي فات. كانت برضه ب6 فوز متتالي وبعدين تعادل مع فيوتشر. لازم نفوق، لازم لعيبه الاهلي تفوق، محتاجين صفقات الصراحه في يناير، محتاجين صفقات. انت محتاج جناح، محتاج واحد مهاجم. احنا بنلعب من غير مهاجم. بيرسي تاو اللي شغال لك حته المهاجم، وبيرسي تاو ما ينفعش النادي الاهلي. هو لعيب حلو بس ما ينفعش النادي الاهلي، ما ينفعش النادي الاهلي خالص. انت بتلعب ماتشين وبتريح شهر، تلعب 3 ماتشات وبتريح شهرين. ما ينفعش تكمل 3 4 ماتشات ورا بعض. بس يا ياسين ما ينفعش خالص. لا انت محتاج واحد مهاجم وواحد جناح. وسافي انت برازيلي واسمر ورأس صنبا مش عارف ايه، بس ما حسيناش بيك والله، ما حسينا بيك النهارده. معلش انت لاعب عادي، يا عم سافيو، ما حسيناش بيك النهارده خالص. لعبت الاهلي النهارده ما كانش عندها حميه خالص عن الماتش. مش شايف ايه الروعانه اللي احنا فيها دي. النهارده الزمالك بيكسب في الدقيقه 91 ولا حاجه و90 ولا ما اعرفش. احنا خلاص ما بقاش فيه دم. لعيبه الاهلي بقت خلاص تعبانه واقعه ما عندهاش دم خلاص. في اليوم اللي المفروض تحتفل بيه انك هتشارك في كاس العالم للانديه، تعادل واسوأ مباراه من اللعيبه. اذا كان مدير فني، والمدير الفني يقول لك ايه النهارده في المؤتمر الصحفي؟ انا ما اعرفش قفشه مش رقم 1، ما اعرفش ليه خد الكره وشت ضربه الجزاء. يبقى في عقاب يا باشا، معلش لازم يبقى في عقاب. طالما انت مش رقم 1 ما تاخدش الكره وتروح تشوط عشان تاخد الشوط. لا يا عم الحاج. ولعب على علي معلول اللي ما خدش منه الكوره وشاط. هتقول هتبقى مشكله؟ لا بس كان هينبه الجهاز الفني، كان يقول لا ما تشوطهاش. اسوأ مباراه للاهلي مع كولر النهارده. لعيب مطرود من الدقيقه 20 او 21 وما تحسش ان الفرقه دي مطرود منها واحد. ما حسيناش ان الاهلي ليه هجوم غير في اخر دقيقتين 3 لما ضاعت ضربه الجزاء وخلاص ودخل فينا الجون، وحسيت ان انت يعني وبالنسبه بس عشان عاوز اقول حاجه بس، النادي المنافس النادي الاهلي نادي الزمالك، الناس دي ما اعرفش والله بتاكل ايه الصراحه. الناس دي بني ادمين ولا ايه ما اعرفش. يقول لك المفروض ان الزمالك هو اللي يشارك
الزمالك هو اللي يشارك في كاس العالم للانديه باعتباره انه كسب 2 دوري. يا استاذي يا اللي ما اعرفش حضرتك يعني عقلك ده انت جايبه منين؟ انت ربنا اكيد يعني اكيد جماهير الزمالك دي ربنا اكيد ريحها اداها نعمه انها ما تفكرش، تتساق يمين يمين شمال شمال، حد يطلع يعو بكلمه تلاقوا كله يقول وراه. وانت عشان حضرتك بطل الدوري المصري لازم تشارك في كاس العالم للانديه؟ يعني هل بطل الدوري السعودي يروح يشارك في كاس العالم للانديه؟ هل بطل الدوري الانجليزي يروح يشارك في كاس العالم للانديه؟ انا ما اعرفش الناس دي بتاكل ايه الصراحه ولا بتشرب ايه. حضرتك دخلت معايا افريقيا كنادي اهلي، كنادي زمالك واهلي، دخلت معايا في دور المجموعات، حضرتك طلعت حصاله ثالث ورابع بفرق اهداف. انا كملت للفاينل، مش ظروف انا بقى ان انت راجل واقع، ان انتوا لعيبه واقعه. اصل في افريقيا مفيش احتواء، وجمايل الحكام والكلام الفاضي ده. هو ماتش الانسيان النادي الاهلي ولازم لعيبه الاهلي تفوق، ولازم الكابتن محمود الخطيب يكون ليه واقفه مع اللعيبه، ولازم الكولر يكون ليه واقفه مع اللعيبه. ما ينفعش، ويا ريت يا كابتن كولر لما تيجي تغير ما تغيرش مره واحده. روتيشن مطلوب بس معلش يعني ما تغيرش مره واحده، يعني ممكن تغير 2. ولازم النادي الاهلي يبقى فيه واحد مهاجم، لازم واحد مهاجم. محمد شريف ما ينفعش، اقسم بالله محمد شريف ما ينفع من السنه اللي فاتت، ما ينفعش. عايز 10 فرص عشان يجيب منها فرصه واحده، وده ما ينفعش النادي الاهلي. واستهتار بقى يعني ما بعد استهتار يعني الحظ جالنا ان احنا ضربه جزاء خلاص. ادي بقى يا عم الراجل اللي بيعرف يشوط ضربه جزاء يشوطها. المهم اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.